ممنوع من القمح، ممنوع بقى. بقول لك هتعمل دقيق من الذره، هتعمل دقيق من الترمس، هتعمل دقيق من الحلبه، وبيعمل وبعلمه ازاي من الرغيف، واكله وريش تمام وزي الفل. يبقى نسمع الكلام وان شاء الله يشفى. برضه الدراسه الحديثه الجديده البيض. البيض ناس كتير جدا بتحب يقول لك الصغير، الطفل الصغير يدور البيض. انا اقف بقى عند البيض دوت، لان كل الامهات اول حاجه بتبدا تحطها مع الاكل بالنسبه للبيبيات هي البيض، على اساس ان هو سهل الهضم والكلام ده كله. هعرف من حضرتك تفصيلا، بس اخد الاول اتصال تليفوني. الو الو لو سمحت ممكن اكلم الجماعه؟ دكتور مجدي اتفضل. انا دكتور معاك. سؤالك ايه؟ انا عندي ابني 12 سنه وعنده حساسيه على الصدر. الف سلامه. وبعدين يا دكتور رحت للسد كثير يعني، لغايه ما بدأت للسد انا حمل السيد. اهلا بيك. بدينا دواء كثير لغايه ما قال له الدكتور قال لي عندي ماده كورتيزون. انت عامله ايه دلوقتي؟ ايه الاخبار دلوقتي؟ لا دلوقتي بتروح النادي يعني، ممكن بديله علمه اللي هي بيت النفس. لا الف سلام. شوف حضرتك، انت لازم يبقى عندك خطه العلاج تديله ايه؟ لازم يبقى عندك ادويه متفقه معاها مع الدكتور، ايه الادويه هتاخديها طول السنه؟ ايوه من عندي يا دكتور اللي هي الشفاطه اللي بتتاخد البسام الشفاطه. والادويه اللي هتاخديها وقت الازمات. عرفت الاسباب؟ عرفت الاسباب ولا لسه؟ ايه يا دكتور؟ عرفتوا عنده حساسيه لايه؟ حساسيه صدر. ليه؟ بقى ضد ايه؟ عرفتي؟ عندي نفس المناعه. يعني ايه اللي بيخليه يتعب؟ ايه اللي بيخليه؟ والله يا دكتور انا يعني سالت الدكتور ده يقول لي هي تموت وتعدي، وانه مش عندي يعني نفسي جديه متربين يقولوا لي السبب. هتكلم معايا دلوقتي وانا اعرف السبب. حاضر خليكي معايا. شفت المشكله؟ ايوه سلام عليك. المشكله دي المشكله. المشكله بص حضرتك، خلينا كمان نتفق في حاجه. اي حاجه حالا الف سلام عليه، ان شاء الله تطمني عليه. بص حضرتك، في كندا انا قريب في كندا بيقولوا لي كشف الحساسيه في كندا 6 شهور. امريكا ما حدش يقدر في امريكا يقول لك في نشر كلمه شفاء من كلمه حساسيه. حوالي 4 دول في العالم بس تقول في الكلام بتاعي ان هناك شفاء من حساسيات. ده كلام جديد خالص على العالم كله. احنا بنقول لازم حتى المريض اللي هو مش مثقف، حتى مش عارف اي حاجه، ممكن اقول لها قولي لي انت طبختي امبارح، تقول طبختي كذا وكذا. خلينا نتكلم عن القاعده العامه هنا في بلدنا، ده ما بيحصلش. يعني بدليل ان الحاجه بتتكلم بتقول هي سالت الدكتور قالت له هو الحساسيه عنده من ايه، ما قالهاش. هل الحساسيه ده فرع جديد في الطب؟ ده الحساسيه جديده في الطب. حساسيه جديده؟ علم الحساسيه ده جديد في الطب. ده جديد بس معروف يا دكتور ان في ناس كتير جدا سواء كانت حساسيه جلد او حساسيه صدر بيبقى ليها مسبباتها، وعشان انا اتقي انا عايز اعرف السبب. الحساسيه لازم اعرف السبب، عشان اعرف لازم الطبيب هو اللي يقول لي انت عندك حساسيه من كذا، او عشان ما نقولش نرجع نقول ان الانسان طبيب نفسه. انا عارفه ان انا لما باكل كذا بتعب، هما الاثنين لازم يكملوا بعض. صحيح. وبعدين يعني مثلا هي دلوقتي بتتابع مثلا مع الدكتور الصدريه، امراض الصدريه، برافو، لكن مش بتحسن، يبقى لازم الشرع حسين. دكتور الجلديه، برافو، لكن ما بيخفش، الشرع حسين. خلاص يبقى في فريق. يبقى ممكن انا هتدخل مع مريض الصدريه ومع دكتور الاطفال ومع دكتور كذا ودكتور كذا، بحيث في النهايه هياخد علاج الصدريه ومفيش مانع ياخد علاج الحساسيه اللي يختلف خالص عن العلاج التقليدي، يقول لك دواء مش عارف الكورتيزون يعني دي الثقافه الجديده اللي المفروض اللي هي ثقافه التخصص الدقيق. ويعني خلينا برضه مع دي امكانيات ماديه، يعني خلينا برضه دكتور يعني انا حابه ان انا عندي كام جامعه في مصر؟ لا في جميع. انا حابه اوصل اللي موجودين في الصعيد دلوقتي اللي برضه يعني عندهم اطفال عايزين يطمنوا عليهم، وبرضه معلش خليني اقول ان الثقافه الطبيه عندهم مستواها مش عالي قوي. فدلوقتي هي شايفه ابنها صدره تعبان، على طول كل اللي هيجي في ذهنها او هيجي في دماغها انا هاخده عند دكتور امراض صدر. مفيش مانع، هيحل الازمه. هنا بقى التوجيه للدكتور نفسه. يعني دي خليني اقول دي مسؤوليه الطبيب نفسه. صحيح. ان هو يوجه حتى المريض علشان يعمل ايه. انا النهارده انا مش هقدر اكشف على مثلا 80 مليون، لكن في مصر في دلوقتي في كليات طب، في مستشفيات كبرى، دي هتلاقي فيها حساسيه. دلوقتي اصبح في كل واحد في حساسيه، في كل المستشفيات في واحد حساسيه، في دكتور بتاع حساسيه. يبقى نروح نقول له هي الحياه ما بتخافش ليه؟ هنلاقي الحل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. هنرجع لموضوع البيت لان الوقت بيعدي بسرعه وانا بس خايفه ان الوقت هيعدي. انا بس عايز الخلاصه، مش عايز ادخل البيت بدري في حياه الاطفال لو سمحتوا. المفروض صح ايه؟ بعد 6 شهور لو مفيش حساسيه في الاسره ادخل. لو تعمل تيست ازاي او تعمل اختبار ازاي؟ لا مش هنعمل له اختبارات دلوقتي. انت هتدخلي له مثلا ربع بيض، غير مفار، حصل اي حاجه وقف عندك
3 ايام كده واسكتي 72 ساعه على بعض. حصل اي حاجه بمرض؟ اي رد فعل في الجلد، اي رد فعل العصا، كحه، اي حاجه لقيتها غريبه ما كانتش موجوده فيه اجل. ممكن لو انا شاكك اجله تاني، اعيده تاني بعد فتره مثلا اسبوعين واشوف. لكن انا اي وصفه فيها حساسيه ممكن اجله 6 شهور وسنه، سنه كمان. برضه الحاجه بقى الجديده كمان حساسيه التوابل. حساسيه التوابل موجوده وتلاحظ حضرتك موجوده. هي نادرة بس موجودة. لا موجودة، بدليل ان احنا بنلاقي ان سيدات كتيرة جدا مساكين بصراحة. وهي حتى ما بتروحش للعطار، انها بتبقى قلقانة وهي عند العطار على طول عندها موضوع الحساسية. مشكلة بقى كمان مثل السيدات ان حساسية التوابل، انا لو منعتها من التوابل لازم كمان امنعها من بعض المكياجات. وكمان همنع الطفل اللي معاها دي من بعض معجون الاسنان. جديدة بقى، ده الكلام الجديد. بقول لها عندك حساسيه التوابل، تقول لي انا عندي حساسيه مثلا للزعتر. طب خلاص الماعي ده وكان مش عايز الدواء ده ومش عايز معجون الاسنان ده. بعد كده كمان شوف الصوره اللي احنا معانا دي، الوان الصناعيه، الوان رهيبه، الوان رهيبه الاطفال بيتعرضوا لها. الالوان دي كلها اعتقد هتدخل مواد كلها هتعمل حساسيات، وكل اللون دي بيعمل حساسيه. برضه الدراسه اللي بعد كده القطط، الناس كلها زي ما احنا شايفين عارفه انها عندها حساسيه القطط، والطفله بتعطس مع القطه، ولكن في الطفله دي ليها اخ تاني ما عندوش حساسيه للقطه، ولكن وجد بقى ان وجود القطه في البيت حتى وانا ما عنديش حساسيه للقطه دي والافرازات بتاعتها والشعر بتاعتها واللعاب بتاعتها والكلام ده والديكور بتاعها، ممكن هتزود حساسيه بحشره الفراش، هتزود حساسيه بتاع التراب. يبقى وجود القطه في البيت خطر على الجميع. على الجميع. الجديد برضه الحساسيه الجديده برضه معروف ان احنا التدخين ضار، ولكن وجد ان تجديد تنفيذ او تفعيل قوانين منع التدخين، خصوصا التدخين السلبي، يؤدي الى الاقلال من دخول المستشفيات لمرضى الرابع. يعني بيوفر لي فلوس على الدوله كلها وعلى الاسره. يبقى انا لو شددت منع التدخين ده نستفيد. الجديد برضه ان الناس اللي ساكنه في شوارع فيها زحمه، والناس اللي ساكنه جنب اشارات فيها تكدس مروري زي الصوره دي، بنلاحظ ان التكدس المروري يؤدي الى زياده تلوث الهواء، وبالتالي زياده الحساسيات اعلى. يبقى لو تقدر تعزل تقدر تروح دي صعبه عايزات كل او بقى المرور يساعدنا ويحل لنا الاختراقات دي من الاول. نتمنى الحقيقه يعني. برضه من الحاجات الظريفه ثانيه الدراسه برضه الحديثه ان حساسيه المكياج زي ما احنا شايفين، حساسيه المكياج فوق وتحت الاف المواد، وتلاقي كل بيت فيه حوالي 100 ماده بتعمل حساسيه للمكياج موجوده، بتعمل حساسيه برضه مشتركه مع بعض المواد الحافظه وبعض العطور وبعض المعطرات وبعض الادويه. دي برضه لازم اعرفها، لان برضه مش معقوله يبقى عنده حساسيه ولسه مولود وعمال يكح ويعطس ويهرش في انفه وتقوم بتحط مكياج، او الجده او الخاله عماله تشيله كل شويه ومغرقه نفسها مكياج. لا، هنمنع لو سمحتوا طالما. وحسيت المكياج مش حسيت بس الام نفسها، لا ده حسيت اي حد في الاسره، الطفل او الطفله او الزوج او الضيوف. صحيح. الجديد بقى السيطره على الرب. لا ازاي تتابع على الرب؟ اول حاجه الشراكه. في شراكه بيني وبين الطبيب وانتوا داخلين معانا فيها. يبقى دلوقتي الجمال ده احنا اصبحنا اصدقاء، اصبحنا نتكلم مع بعض في وسيله اتصال مع بعض، في برنامج ده الشراكه اللي تكون واسعه ونحترمها. نمره 2 احدد الاسباب وحدد عوامل الخطوره. نمره 3 العلاج، بعد كده التتبع، المتابعه واصول دوريه. لان الواحد يقول لك انا خدت علاج وبقالي كويس 6 شهور او سنه، بس لازم اتابع مع الدكتور ويحدد. المرض مزمن خصوصا الحساسيات لازم متابعه، وكل مره اشوف اغير ابدل هكذا. بالنسبه للعلاج، هل بروتوكول العلاج بيختلف طبقا للفئه العمريه؟ طبعا الفئه والحاله يعني علاج الحساسيه بالنسبه للاطفال مختلف عن علاج والمراهقين ايضا، والمراهقين والحامل هيختلف والمسن هيختلف. دي حاجه في جديد فيهم زي ما حضرتك تفضلت وقلت، بس ممكن تكون العامل الاقتصادي او التكلفه طبعا هي اللي غاليه شويه. بس برضه في بدايل. المهم فقير غني لازم ان هو يعيش في سعاده مع كلمه حساسيه ويشفى ان شاء الله. برضه الحاجات الجديده برضه انها حتميه علاج الازمات. في واحد يقول لك شفت انا طفله صغيره مثلا كده وبتشتغل في مصنع، وانا ابوها يقول لا دي كدابه، مش لازم تروح المصنع، فابوها بيرغمها انها تروح المصنع، دي كدابه. طب وريني البنت اشوفها صدرها اعوذ بالله البنت في حاله سيئه جدا، لكن الاب عايز البنت ما تطلعش عن العمل وعشان ما تقطعش الفلوس والكلام ده، وكمان بيشتغلها في حاجات تانية اخرى فعشان برضه تجيب دخل والكلام ده بعد حتى المصنع، فما يهموش انها تشتكي. لا، لما يكون حد عنده ازمه لازم نعالجها، لان الازمه ممكن تكون قاتله وممكن سهل جدا ان انا اخليه يعبر الازمه دي لو تدخلت مبكرا. صحيح. اعتقد ان حتى من حق اطفالنا ان هم يعني يحظوا بحياه فيها طفوله
الى حد كبير. للاسف المفهوم اختلف، اختلطت مفاهيم كتيرة قوي في الفترة الاخيرة دي، بنتمنى انها ترجع مرة تانية بشكلها. طيب دكتور، يعني في الفترة الاخيرة كمان زي ما بنقول ان اصبحت هناك تظاهرات او تجمعات بتبقى بشكل كبير جدا موجودة، بنشوفها في اماكن كتير وما زالت موجودة حتى اللحظات اللي احنا بنتكلم فيها. ده بيؤدي الى انتشار امراض، انتشار اوبئة، وظهرت بشكل او باخر. ازاي ان احنا نكتشفها مبكرا، وازاي ان احنا نقي بقى انفسنا لان ممكن ان هي تنتشر حتى في الجو عن طريق هو لازم يبقى انا عندي ثقافة التظاهر وثقافة الاعتراض وثقافة الاعتصامات، وانا ممكن اتظاهر وكل حاجة بس ما اعطلش المرور وما اعطلش الروتين الاخرين. يعني انت فاتح محل، انا دلوقتي لو انا فاتح محل مثلا جنب مظاهرة يبقى انا مش هشتغل. لو انا فاتح عياده جنب مظاهر مش هشتغل. التجمعات موجودة بفترات طويلة، يعني يبقى لازم يبقى في نوع من الاشراف الطب عليهم، لازم في ثقافة صحية، لازم الناس دي لازم تتمتع بان هو النظافة الشخصية متوفرة ولا لا. نمرة 2 يعني مثلا لو حد جاله اي مرض حساسية، اي مرض جرب، اي مرض ميكروب، لازم الحشرات، الناس دي مثلا مش بياكلوا في الشارع. طب بعد كده الحياة كلها في الشارع، مش الاكل بس. انا عايز اعرف الحياة كلها في الشارع دلوقتي الاكل ده واحنا بناكل الاكل بيقع في بيوتنا، ممكن الاكل يقع مننا، بيجي الصراصير من عند الجيران تيجي عندنا تاكل الاكل تمشي. يعني ممكن في ناس بترمي الاكل في الارض فتلاقي الصراصير عندها كتير. اكيد بواقي الطعام هيبقى فيها صراصير، الصراصير دي هتعمل مشاكل. يبقى لازم اخلي بالي الحفاظ على البيئه مهم جدا، وحقك تعترض، حقك تعتصم، حقك تتظاهر، وقال لك لا تضر الاخرين ولا تضر البيئه بتاعتك. البلد دي بتاعتنا والبيئه بتاعتي، يبقى بحاول انا دي برضه. الحاجه الثانيه ان يكون في، يعني اتمنى يكون في، هم عندهم مستشفى ميداني بس في كل التظاهرات وكده، بس لازم يكون في نوع من توفير بقى العلاج وتوفير الدواء وتوفير الرعايه والفحص الدوري. يعني لازم انا من حقي دلوقتي، انا بقى الدكتور بتاعي مثلا في اسوان وانا دلوقتي قاعد في مظاهره هضطر اسافر بقى، لازم يبقى في قدره ان انا حد يجي يفحصني او اروح لحد. يعني نتمنى اساسا ان اسباب التظاهرات تتحل ان شاء الله، يعني التوصل لحلول ليها، لان هو مش هقول ان انا طالما بتظاهر محدش هيروح يجيب لي طبيب يكشف عليا عشان انا بتظاهر ومن حقي ده. خلينا واقعيين، وفي ارض الواقع ده ما بيحصلش، لكن على الاقل لابد ان انا الاقي اللي يسمع لي، والاقي اللي يتفهم لي، والاقي الحوار المتبادل اللي نوصل من خلال هذا الحوار الى حل، وده اللي بنتمناه. النصيحة الاخيرة اللي حضرتك بتقدمها لكل مشاهدينا للوقاية من الاصابة بامراض الحساسية. نمرة 1 دايما في صوت المظاهرة التوتر يؤدي ل 40 مرض من ضمنها زيادة الحساسيات ونقص المناعة. يبقى نحاول نقلل من التوتر وان شاء الله ربنا يهدي وتنحل كل اسباب التوتر في البلد. نمرة 2 ان انا لازم اعرف اسباب الحساسية. نمرة 3 التزم بالعلاج واتابع مع الطبيب وتفائل ان شاء الله، وان شاء الله خير يا رب بإذن الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. بشكر متابعة كل مشاهدينا لينا النهاردة، وهنكون معاكم دايما بإذن الله على الهواء مباشرة من خلال شاشة صحتي، وبيسعدنا دايما تواصلكم معنا من خلال اتصالاتكم التليفونية. بشكركم وإلى اللقاء.